كل ما يحتاجه. الآن الحمد لله يعني ما شاء الله شفنا الإقبالية الكبيرة في هذا السوق والزحمة ما شاء الله تبارك الله، هذا يدل على أنه نجاح إن شاء الله هذا الديوان بإذن الله. أستاذ أحمد، مدينة الطائف تشهد العديد من الفعاليات الثقافية والأدبية، وأنتم تقودون هناك مواقع جدا حساسة ومؤثرة في هذا المجتمع، لماذا لا يقام في مركز تجاري مثل هذه الفعاليات والمرافق؟ بفضل الله سبحانه وتعالى كل سنة قام عندنا احتفالية كبيرة سواء من التعليم أو من بعض رجال الأعمال في مدينة الطائف. عندنا للثقافة الفنون، عندنا للتصوير، عندنا للكتاب معرض الكتاب، ونحمد الله سبحانه وتعالى أن في الطائف عدة لقاءات وعدة احتفاليات، وعمل ندعو كل ثقافة بالعالم العربي ما عنده في مجمعاتنا وبلادنا هذا التشجيع منا، ولا بد ان نكون نشجع كل انسان كما ذكرت سابقا انه لا بد تشجيع هؤلاء المبدعين ويد العون لهم، وهذا كواجب لنا يعني كرجال. أستاذ أحمد، الكثير يتساءل عن تواجد مواقع معينة تغيب فيه عن الساحة الرياضية. لسنا بصدد هذا السؤال اليوم، ولكن لابد أن نطرح هذا السؤال. لماذا يغيب المكان عن الساحة الرياضية السعودية، خاصة في مدينة الطائف التي تحمل أندية لها تاريخ؟ اولا في كل مكان طبعا انا العديد من الجمعيات الخيريه وحاط يعني كل جهدي الجمعيات الخيريه ولا اهمل الرياضيه. انا رئيس صحيفه رياضيه واقدم كل يد العون والمساعده لاي انسان او اي جمعيه او اي مكان اقدر ان اقدم شيء، ولكن رغم ارتباطاتي الكثيره فلا بد ان اكون يعني متوازي شوي يعني في الرياضه، علما ان ميولي غير رياضيه. ولكن اعتبر اجابه دبلوماسيه للهروب من اي رئاسه نادي، يعني مثل نادي عريق في مدينه الطائف. والله اتمنى، وانا اتكلم عن الاخوان في الطائف في انشاء نادي، وان شاء الله قريبا باذن الله، والنادي يبقى الانسان متبرك عشان يعطي وعشان يبدل ما عنده، فلا بد ان يكون ان شاء الله بلا الشباب الواحد اللي يقود يعني نادي كبير في الطائف، وان شاء الله شوف بعض النوادي الان طلعت من الطائف واكثر اللعيبه طلعوا من الطائف، اتمنى ان شاء الله يكون له ان شاء الله مكانه في العالم العربي ان شاء الله باذن الله. نشكر لك ونشكر لك هذا التجاوب، ونشكر لك هذا الوجود هذا المكان الثقافي باذن الله يكون